بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. النهارده بقى في الفيديو نعمل يوم المحشي، بقى هنعمل محشي. ففي معلومتين كده جوه الفيديو هقول لكم عليهم هتستفادوا منهم برضك حبايبي وكل متابعيني. تمام. ان احنا ما نيجي نعمل الرز بتاع المحشي ما نغسلوش. لو كان الرز رز الساعة او الرز اي نوعية رز نظيفة مغلفة. ليه بقى؟ لان الرز ده معبأ ومغلف آليا، مفيش ايد لمسته. تمام. ونضيف. وليه تاني برضك ان احنا لما نيجي نحط الرز والخضره، وحتى لو بنصفي الرز بنلاقي الخلطه فيها ميه شويه. تمام. انا هنا حطيت الرز من غير غسيل، ناشف زي ما هو كده. بس مش اي نوع رز يتحط كده، خلوا بالكم. في رز بلدي، رز تاني في طوب، في انما الرز ده يعني بسم الله ما شاء الله. المعلومه التانيه يا حباب قلبي هقولها لكم واحنا شغالين. هنا حطينا الخضرة، اهم حاجة ان احنا نحط الصلصة على الخلطة تكون باردة. ليه تكون باردة؟ انا كنت قلت لكم قبل كده، لاننا لو حطينا الصلصة سخنة على الخضرة هتغير لون الخضرة وهتسود. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة برضك ان الخضرة هتنزل ميتها في قلب الرز والصلصة سخنة، فاصبح الرز عايز يتشوح على النار. فدلوقتي احنا بنحط حاجة، بنعمل حاجة اللي هي ايه الحلوة اللي احنا بنختارها بنعملها بتبقى ماشية معانا وزي الفل. تمام. انا عملت زي ما قلت لكم كده الرز من غير غسيل، بس مش اي نوع رز، خلي بالكم. وحطيت الخضرة والصلصة والخضرة الصلصة اللي تكون باردة. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. لو وصلتوا لحد هنا بقى صلوا على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتبوا في الكومنتات صلوا على النبي محمد، وحطوا اللايك واعملوا اشتراك بالقناة. حبايبي واخواتي وكل متابعين. هنا انا بحط في قاع الحلة كده الورق بتاع الكرنب مع خضرة مشكلة في قاع الحلة من تحت. تمام. في القاع لازم احط حاجة في القاع، يا اما الورق يا اما ايه حاجة ورق من اللي هم مقطعينه، يا اما العروق اللي هي في الكرنب نحطها في القاع من تحت كده. وهنلف بقى ورق الكرنب كده. صلوا على الحبيب واذكروا الله. هي دي المعلومة يا حبيب قلبي هتستفادوا منها جدا. وانا عايزه اقول لكم كمان احنا قلنا معلومتين دلوقتي هم 3 معلومات. ان الله يرحمك يا ابويا، ادعوا لامواتنا بالرحمه. ادعوا لابويا بالرحمه والمغفره، ربنا يسكنه الجنه والفردوس الاعلى يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. قال لي معلومه انا بستفاد منها والله، ان ما اجي احط الشوربه للمحشي ما كترش شوربه. ليه هنا ما كترش شوربه؟ لان المحشي الورق الكرنب اصلا هو ميه، في ميه. لاننا نحط الميه والمقدار اللي احنا هنحطه بالظبط، ما نكترش ولا نزود. لو زودنا هيتلبك معانا ويبقى معجون. وانا هي بحب الرز يكون مفلفل جوه الصباع، يعني كده حبه وحبه كده عسل. تمام. المعلومه دي هتستفيدوا منها، ما تكتروش شوربه للمحشي. علشان كده كده زي ما قلت لكم ورق الكرنب فيه ميه، رحمه الله عليه والله قال لي المعلومه ديت وانا استفدت منها. لان الورق فيه ميه، يعني مش محتاج ميه، مش محتاج شوربه كتير. نحط شوربه يعني بكبيره. الرصه الاخرانيه فوق خالص تكون ما فيهاش ميه، الميه مش باينه فيها، او الشوربه اللي احنا حطيناها سوري الشوربه ما تبقاش باينه. تمام. هو احنا قلنا معلومتين احنا قلنا 3 وانا قايله لكم معلومتين. مفيش مشكله، كلنا بنستفيد. اهم حاجه تحطوا اللايك للفيديو يا حبايبي، عشان اللايك بيرفع الفيديو. حبايبي وكل متابعيني بحبكم في الله. ويا ريت يا ريت تصلوا على الحبيب. الصلاه على الحبيب شمس لا تغيب، الصلاه على الحبيب مسك وطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. حبايبي وكل متابعيني ادعوا لجوزي بالرحمه ادعوا لجوزي ادعوا لجوزي بالشفاء. الرحمه بتجوز على الحي والميت على فكره. ادعوا لجوزي بالشفاء، ربنا يشفيه ويزيل عنه يا رب. دعواتكم ليه يتم شفاء على خير ويشفيه يا رب العالمين. واشفي كل مريض وعافي كل مبتلى يا رب. اللهم اشفي كل مريض لا يعلم بألم ولا وجعه الا انت يا الله. اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى احنا حطينا المحشي كده حشيناه. كنت عامله بقى ساعتها الرز بالظبط. الكرنبايه خدت نص كيلو رز، عملت حله بسم الله ما شاء الله والله العظيم. نص كيلو رز عمل حله مع الخضره مع الصلصه. عمل لي حله محترمه، مش دقيه، لا حله كبيره حلوه يعني، وبقى منها كمان. يا دوب سبحان الله ما تبقاش من الكرنبايه غير 3 4 ورقات. والرز خلاص بح مفيش رز كده بقى نظبط مكاننا كده، نمسح الحله كده وننضف الدنيا كده. وتعالوا بقى نولع عليها على النار. نحط الشوربه زي ما قلت لكم، نظبطها يطلع الصباع معانا كده مفلفل وجميل.
وتطلع الحبة سليمة، حبة الرز سليمة. هنصلي على الرسول. معانا هنا الشوربة، ومعانا مصفى عشان لو في بصل في الشوربة ولا حاجة بنصفي الشوربة كده فوق الحلة، فوق المحشي. وهنهز الحلة كده وهنولع عليها. حبايبي ما تنسوش اللايك، اشتراك بالقناة حبايبي كل متابعيني، وحطوا لايك للفيديو عشان اللايك بيرفع الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده احلى حلة محشي ما شاء الله. انا بوريكم بص، هو كده ميه يا دوبك او الشوربه يا دوبك المقدار بتاع المحشي اهو. بصوا شويه خضره فوق الوش وشويه خضره من قاع الحله، وكده استوى معانا احلى حله محشي واطعم حله محشي. بسم الله ما شاء الله. دمتم في رعايه الله.